بتفكر كتير وخايف ترمي فلوسك على الارض؟ تايه تختار ايه من وسط كورسات كتير عماله تقدم لك، ولسه برضه مش عارف تعمل لنفسك جدول تدريبي انت والمدربين اللي معاك، وكمان بتحس انك تايه وحافظ تمارين مش فاهمها. ده لانك بكل بساطه محتاج تعرف اساس التشريح وعلم الحركه وكيفيه نقل الاحمال في الجيم. محتاج تعرف ازاي تعمل تحليل حركي لاي تمرين مهما كان صعب او اول مره تشوفه، فتقدر تستنتج العضله المستهدفه وكمان العضلات المساعده، وكمان تقدر تعمل تحليل للاحمال والفالكرم واللاين اوف فورسز والمسافات اللي موجوده، وتعرف هو بيحمل افضل في وضعيه الانقباض او الاسطاله، او هو اصلا تمرين كويس ولا لا بناء على العلم، وانه فعلا ليه تاثير في ارض الواقع ويقدر يديك نتائج حقيقيه. وده كله عشان تبقى مدرب فاهم مش حافظ، مش مجرد واحد بيرص تمارين حافظها وخلاص. فبلاش تحفظ تمارين وافهمها بجد عن طريق التشريح وعلم الحركه وكيفيه نقل الاحمال بتاعه الجسم. ولو عايز توصل لكده فالكورس ده هو اللي فيه التفاصيل كلها اللي هتخليك مدرب متميز وفاهم مش حافظ. ولو انت اول مره تشوفني وما تعرفش مين هو ماجد والكورسات اللي بتقدمها قد ايه بتفرق مع الناس، فبكل بساطه سيب كلمه محاضره او كلمه تشريح في الكومنتات، وهتلاقي اللينك بتاع محاضره مجانيه هيجيلك. فده جزء من محاضره عن تشريح عضلات الصدر والكتف الامامي هتفيدك جدا، وكمان شوف التريكات والفرق ما بين كل تمرين والتاني. ولو عجبك المحتوى فابعت لنا رساله عشان تعرف كل التفاصيل، او خش على الويب سايت هتلاقي كل المواعيد والتفاصيل والاسعار. وبس كده، تابعنا عشان تبقى انت العظمه اللي جايه. سلام.